مساء الفل. في قرار نزل من الاتحاد الافريقي ان اللي خارج من بطوله افريقيا دور 32 مش هيلعب في الكونفدراليه، وان فرصه الزمالك حلوه ان هو يكسب الكونفدراليه السنه الجايه. فبالعقل كده تعالوا نشوف الاحداث اللي بتحصل حوالينا دلوقتي، ونشوف احنا هنقدر ان احنا ناخد الكونفدراليه السنه الجايه ولا لا. الراجل يعني مش متشائم يعني، بس ايه، نقرا كده ايه الدنيا عامله ازاي. انا شايف ان احنا مش هناخد افريقيا الكونفدراليه السنه الجايه. ممكن كمان ما نطلعش رابع دوري كمان السنه الجايه، نطلع خامس او سادس. ليه؟ تعال بص ليه. اول حاجه، المنافسه ما بقتش اهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر، زود عليهم زد، طلع عليهم من تحت، شوف الناس مين اللي جاي بقى يدعم السنه الجايه بصفقات وايه هيشد عنك شويه كمان. طيب، انت بقى عملت ايه بقى عشان تستعد للموسم الجاي وكونفدراليه السنه الجايه؟ الموسم اللي فات بدا بقاله 10 ايام اهو ولا 8 ايام. ايه، ما عملتش حاجه. انت مصطفى فتحي لسه ليك فلوس عند التعاون، ممكن تروح تخلص الموضوع